لكل قلب أثقلته الذنوب، وتخيل إن مفيش طريق للرجوع. ممكن تسمع معايا كده الآية دي بقلبك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الآية دي إلا لمن ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وما أنزلت إلا لمن بكى من شدة الذنب، وما خاطب بها المتقين، بل قال الذين أسرفوا. طب تعالى نعرف كده مع بعض، يعني إيه الذين أسرفوا؟ مين هم؟ يعني الذين بالغوا، تمادوا، تجاوزوا الحدود كلها، ومع ذلك لم يقل لهم ربهم يا مذنبين ولا يا مجرمين، بل ناداهم بنداء العبودية: يا عبادي. فهل بعد هذا الكرم كرم؟ وهل بعد هذا النداء تردد؟ كن على يقين أنك إذا أذنبت 70 سنة ثم بكيت بكاء واحدا وقلت يا رب، لقال لك الله: لبيك عبدي قد غفرت لك ولا أبالي. أتظن أن باب التوبة مغلق؟ أم تظن أن الله قد مل من كثرة رجوعك؟ لا والله، ربنا بيفرح بتوبتك أكتر مما يفرح الظمآن إذا وجد ماء في الصحراء، ولله المثل الأعلى. يا من ظننت أن الذنب حجاب أبدي، اعلم أن رحمة الله تسبق غضبه، وأن من صفاته الغفور، العفو، التواب، وما سمى نفسه بهذه الأسماء إلا ليفتح بها لك الباب. تب والله ما تأخرت، تب والله ما انتهى الوقت، تب وابدأ الآن. صل ركعتين، ارفع ايدك وقول من قلبك: يا رب أنا تايه بس أنا راجع لك. ستجد الله أقرب إليك من نفسك، وستشعر بمعنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. يا من تسمعني الآن، دي مش صدفة، دي رسالة يمكن ربنا بعتها لك في الوقت اللي خلاص فقدت فيه الأمل. فلا ترد الرسالة ولا تؤجل التوبة، فوالله قد تكون اللحظة دي هي سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. وحينما يقول جل وعلا: لا تقنطوا من رحمة الله، يعني مهما عملت لسه في أمل، لسه في رجوع، لسه ربنا مستنيك ترجع. وقتها الشيطان هيقولك انتهيت، بس ربنا بيقولك ارجع، أنا غفور رحيم. تخيل ربنا بيفرح برجوعك، يعني مش بس بيغفر لك، ده بيستقبلك بحب وبيرجعك ليه وكأنك لم تفعل شيء من قبل. كل ثانية بتعدي هي فرصة للتوبة، وفرصة انك ترجع لربنا قبل ما يفوت الوقت. حاسس انك اتأخرت، ربنا عمره ما بيقفل بابه. لو حاسس انك عملت كتير، رحمة ربنا وسعت كل شيء. قوم وارجع له وقول من قلبك: يا رب ماليش غيرك. وصدقني هتلاقي الرحمة وهتلاقي السلام اللي قلبك كان بيدور عليه من زمان. لو حاسس ان الفيديو افادك ولو بشيء بسيط، ياريت لايك علشان ينتشر ويروح لأي حد محتاجه. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.